السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم في سوق سكيكدا فكرة مشروع ب30 ديناراً جزائرياً. فكرة مشروع ب30 ديناراً جزائرياً. بتي أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد يا جماعة، اليوم جيتكم بفكرة مشروع سهلة بسيطة براس مال يعني صغير جدا، اللي القيمة تاعه 30 دينار 3000 3000. كاين اللي ممكن منكم يقول لك ما كاش منها مشروع ب 3000، نقول لكم نو، كاين مشروع ب 3000. الإنسان فقط يخدم العقل تاعه ويحاول يبحث عن مشاريع مربحة في أصغر الأمور وبأبسطها ثمن. هذه 3000 راح تردوها وتروحوا عند الكنكاري تشروا بيها كيلو ونصف تاع جبس، لأنه الكيلو تاع الجبس راه يدير 2020 دينار 2000، وكيلو ورطل راه يدير 3000. دونك تشرو كيلو ورطل ولا تشرو كيلو، انا شريت كيلو ورطل سقام لي 3000. وراح تجيبوا هذا المول تاع الارقام اللي ديجا راني وريتكم كيفاش تخدموا به في مشروع الشموع. كان يقولوا لي هذا المول مين نقدروا نتحصلوا عليه، نقول لكم يا جماعه بانه هذا المول غير متوفر في الجزائر. الحل الوحيد اللي ممكن تحصلوا على هذا النوع من المولات هو انكم تشوفوا شخص يجيب لكم هذا المول من الصين. قبل ما نروحوا للمرحله المواليه، روحوا جيبوا الفازلين وديروها على كامل المول. هذا الفازلين راح تخدم خدمه العازل بحيث الجبس ما راحش يتسقنا في المول. بعد ما نكملوا لي طاب تاع الفازلين راح نجيبوا دي غوبلي كيما هكا، راح نديروا فيهم الخلطه تاع الجبس. هنايا من الافضل انكم ديروا خلطات يعني صغيره، لانه الجبس معروف عليه انه يتصلب بسرعه. دونك ديروا خلطات صغيره وحطوهم في بعد ما تخلطوا يعني ديرهم ديريكتومون في المول. هنايا كملاحظه يعني حاولوا تجيبوا اعواد ولا عفسه تاع خشب هي اللي تخلطوا بها الخليط تاع الجبس. هنا راح نخلطوا الجبس حتى نتحصلوا على القوام المناسب اللي يساعدنا في العمل تاعنا لنهار اليوم. بعد ما حضرنا الخليط تاعنا وتحصلنا على القوام المناسب اللي يساعدنا في العمل، راح نقبضوا المول تاعنا ونقعدوا نفرغوا عليه في الخليط حتى نديروا كامل القطع الموجودة عندنا في هذا المول. بعد ما نكملوا المول تاعنا كومبلي، نقبضوا المول نضربوه شويه نفضوه كشغل هكذا باش الجبس يدخل في كامل الشكل تاعنا. وهذه الاضافات اللي يجوكم فوق المول ماشي مشكله، هذا جبس يعني فاسيلمون تقدروا تنقوه تقلعوه، يعني المهم هو ان الشكل الاساسي هو اللي نتحصلوا عليه. بعد ما نخلوه لفتره من الزمن باش ينشف ويبس ويحكم الفورمه تاعه، نجو دروك للديمولاج تاع هذا المول وشوفوا الاعداد اللي راح نتحصلوا عليها نتيجة هذا الخليط اللي خدمناه بمادة الجبس. كملاحظة فقط، اللي عنده حساسية من مادة الجبس هذا المشروع أنت غير معني به، لأنه الحساسية هنا ستكون عائق بينك وبين هذا المشروع. كاين الكثير، أكيد الكثير منكم الآن متشوقين يعرفوا واش الغاية ولا الماهية تاع هذا المشروع. هذا المشروع خوتي خواتاتي هو أنكم تخدموا هذا النوع من الأرقام بالجبس اللي يكون أبيض وتقدموهم يعني كمشروع للروضات للأطفال باش يتعلموا المحاكاة مع الرقم مباشرة، لأنه مرحلة تعلم الأرقام والتلوين. هذه الأرقام عندهم نوعين يعني من الإفادة للطفل، هو تعلم الرقم عن طريق المحاكاة اللمس ويشوف الشكل تاع الرقم كيفاش، إضافة إلى التلوين. هذا النوع من الأرقام يتلونوا يعني تحفيزي للطفل بحيث الطفل يولي يحكم هذا الرقم، يلمسه يشوف الشكل تاعه طروادي أفضل من الكتابة بحيث الشكل يترسخ في الذهن، مما تعطي قابلية كبيرة جدا للتعليم بسرعة أفضل من الطريقة القديمة اللي هي الكتابة فقط. بعد ما كملنا الخدمة تاعنا ديموليناها فضناها ولا كلهم ما شاء الله، نروح نجيبوا هذه البورصة تاع لومبالاج نضربوا بالأونتات ولا بلا-اونتات كيف ماشي بروبليم، نسقموا الأرقام تاعنا نحطوهم ونبلعوا عليهم، وحاولوا قدر الإمكان أنكم تخرجوا الهواء من البورصة باسكو الهواء اللي يبقى داخل الكيس راح يدير لكم الميديتي والبورصة تعرض لكم ودير لكم الرطوبه. اذا كانت في البورصه كانت عقبه اللهم بارك، ما كاش حاولوا انكم تجيبوا برا ولا ايبانغل صغير هكذا وقعدوا تقبوا فيها باش ديكاجوا كامل الهواء الموجود في هذه البورصه. هنايا بعد ما كملناها درناها في البورصه وغلقنا عليها، نروحوا للمرحله المواليه واللي هي اننا نجيبوا ورق يكون مقوى. انا هنايا عندي ورقه هذه نوريكم بها فقط بحيث نديروها اونتات ونكتبوا عليها الغايه ولا الماهيه تاعنا من هذا المشروع، ونديروا عنوان تعريفي مبسط يبين الغايه كما قلت لكم من هذا المشروع. هنايا بعد ما خدينا القياسات اللازمة
اللي تكون سور ميزور على حساب اللومبالاج تاع البورصه تاعنا. نشوفوا القياسات تاعها نضبطوها بالقلم تاعنا نكتبوا، لكن من الافضل انكم تكتبوا الميكرو وتروحوا تامبريمو في السيبر، ولا تروحوا مباشره للسيبر وتامبريمو. مثلي بلي افضل تعريف ممكن تكتبوا يعني في الانتات هذه هي ارقام تفاعليه للاطفال والتلوين، يعني ارقام تفاعليه للاطفال والتلوين والحساب، يعني افضل عنوان ممكن اننا نحطوه في هذا المشروع. بعد ما نخدموا الانتات تاعنا ونوجدوها نروحوا نجيبوا غرافيس تاعنا ونغرافوا مباشره هاد الانتات في العمل تاعنا اللي كنا ديجا وجدناه، وهكا نكونوا قد انهينا الموديل تاع المشروع اللي وريته لكم لنهار اليوم. نروحوا دروك لاهم حاجه وهي سعر البيع، ونروحوا كذلك لطريقه التسويق. سعر البيع تاع هاد علبه كومبلي كما داروا هو 50 دينار 5000. علاش؟ لانه السعر تاع الجبس رخيص بزاف، يعني كيلو ورقه طحنا 300، كيلو راه 20 دينار 2000. دونك هاد الارقام كومبلي كما داروا كما راه دايره هذه البورصه سعر البيع تاعها 50 دينار يعني للمشتري مباشره. واذا حبيتوا تبيعوها يعني جمله، يعني تعاودوا لها البيع بالجمله، السعر تاعها راح يكون 30 دينار. طريقه التسويق كما قلت لكم راح تكون عن طريق الفيسبوك، الماركت بليس، الروضات ومحلات والمكتبات اللي يبيعوا لوازم الاطفال، لانه هذه تقريبا تعتبر يعني لعبه تفاعليه لتعليم الحساب والتلوين. ملاحظه هامه جدا جدا جدا، هذه اللعبه ولا هذه الارقام ما ينتركوش مع الاطفال لوحدهم، يعني مش الاطفال اقل من 4 سنوات من الافضل تكون بمراقبه الوالدين ولا المعلمه في الروضه او في القسم. يعني ماده تاع الجبس ممكن الاطفال يعني يغلطوا ياكلوها ولا حاجه من هذا القبيل، دونك لازم تكون بالمراقبه وما تنتركش وحدها امام الاطفال. هذا هو مشروعنا لنهار اليوم، ان شاء الله نكون كفيت ووفيت ودرت على كل الاشياء. اذا نسيت شيء ما هدرتش عليه خلوا لي تعليقاتكم، باذن الله تعالى راح نحاول نجاوب في اقرب فرصه ان شاء الله، لانه تعليقات والله كثيره مانيش نلحق باش نجاوب عليكم كامل. سمحوا لي فقط كما قلت لكم البنات، كما قلت لكم خوتي، هذا هو مشروعنا لنهار اليوم. الى الملتقى ان شاء الله، استودعكم الله تعالى الذي احبكم فيه. دمتم طيبين رائعين، الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اليوم في سوق بسكيكدا فكرة مشروع ب30 دينارا جزائريا. فكرة مشروع ب30 دينارا جزائريا. تفاعلكم مع إعلاناتنا الإشهارية يساهم في تحسين جودة الخدمة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بصفحة سوق بسكيكدا على الفيسبوك، والاشتراك بقناة سوق بسكيكدا على اليوتيوب، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لطيب مشاهدتكم.